السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال يا رب. جبت امبارح كرنباية وجبت 2 كيلو بتنجان وكيلو كوسة. قعدت اتسليت بالليل كده في الكوسة والبتنجان قورتهم بما ان احنا عملناهم مع بعض قبل كده، والكرنباية قطعتها وسلقتها الصبح قبل ما انزل على شغلي. تعالوا نشوف هنعمل ايه كده. انا مطلعة 3 اكياس طماطم من اللي احنا كنا مصلصينهم سوا، وكان عندي بصلتين. جبت بقى كيلو بصل كده، هقطع 5 بصلات. طب هتعملي الكرنب والمحشي ده ب5 بصلات؟ ممكن اعمل ب5 بصلات، بس انا هستخدم 4 بس، والخمسة ديت انا هسيبها هعملها محشي. والله هي ما كانتش في النية خالص ان انا اعملها محشي. بس بعد ما خلصت خالص لقيت ابني بيقول لي ماما انا نفسي ادوق المحشي البصل. فقلت له عندي بصلايه جوه كنت مقشراها علشان السلطه، فهاخد منها كام ورقه كده اعملهم لك. حاضر. فتعالوا بقى نشوف، هنروح على البوتاجاز كده ونبتديها واحده واحده خطوه خطوه ونشوف هنعمل ايه. حطيت حله فاضيه على النار وحطيت فيها مقدار زيت، حوالي كوبايه زيت كبيره. تمام. وهقطع بقى البصل دوت واحطه في الكبة بتاعتي وافرمه فرمة حلوة. الفرمة ديت ما ينفعش، يعني ما ينفعش الكبة دي غير الخلاط يا جماعة. الكبة دي بتقطع كأنك بتبشريه بايديكي. كأنك متقطع بايديكي بالظبط. لكن ما بيبشرهوش ناعم مثلا او بيخليه فيه مية او الكلام ده. هتشوفوه دلوقتي وانا بنزله على الزيت. هفرم بقى البصل بتاعي ده فرمة حلوة كده ناعمة، وهنزله على الزيت وهفضل اقلب فيه لحد ما يبدأ يدبل معايا. تعالوا نشوف هنعمل ايه كده بعد ما افرم البصل وانزله على الزيت. وتعالوا نشوف ايه المكونات اللي انا هضيفها على الخلطة ديت. وهي مكونات قليلة جدا وما بحتاجش ان انا احط حاجات كتير. انا ما بحطش توابل كتير في المحشي لان بحس ان هو طعمه بيتغير تماما. هقلب بقى البصل ده كده، وهجيب فصين ماجي اختياري. مش حابة تحطي ماجي مفيش مشكلة، كده كده هنعمل بشوربة. مش هتعملي بشوربة يبقى لازم تجيبي فصين الماجي القمر دول وتحطيهم عشان ندي نكهة كده للأكل ونخلي فيه شمخة كده الحلوة للأكل. هفضل بقى أقلب في البصل بتاعي كده لحد ما أحس إن هو بدأ يدبل. هنزل عليه فصين الماجي اهو، ادي واحد. هو بس كان مقسوم نصين، يعني ما تفتكروش ان انا حطيت 4. لا، هي كل الحكاية ان الفص كان مقسوم نصين. حطيت بقى الفصين الماجي كده وهقلبهم تقليبة حلوة. وبعد كده هجيب طبق هحط معايا معلقة فلفل احمر مطحون، فلفل شطة حراق. تمام، دي اختياري. معلقة توم مطحون. ومعايا معلقة صغيرة شاي بتاع دوت فلفل اسمر. ومعايا معلقة كبيرة كمون. ومعايا معلقة صغيرة بهارات اللي هي ال7 بهارات. تمام كده. هم دول بس الحاجات اللي انا هضيفها. طيب احنا الشطة بالنسبة لنا اختياري. الناس اللي بتاكل شطة هتحط الفلفل، الناس اللي مش بتاكل الفلفل خلاص هتستغنى عنها. زي ما انتوا شايفين كده انا حطاهم كلهم في الطبق. الفلفل ده كان فلفل احمر، كانت والدتي جايبهولي وانا طحنته وحطيته في الفريزر. وباخد منه كده اخلي البتنجان اعمل بقى محشي، اعمل اي اكلة كده احط ايه شوية فلفل من دول. هفضل اقلب فيهم كده لحد ما البصلاية بتاعتي تدبل خالص. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، هي بصوا شكلها عامل ازاي. بس انا مش عايزاها دبلانة، لا انا عايزاها تكون متشوحة. اول بقى ما توصل معايا للون اللي انا بقول لكم عليه ده هوريه لكم دلوقتي. لما اوصل له هنزل عليها الطماطم. عايزه اقول لكم الطماطم بتاعتي متسبكه ما فيهاش نقطه ميه، فمش هتاخد معايا يعني 5 دقايق بالكتير قوي ويكون كل حاجه جاهزه. دي احلى حاجه بقى لما انتي تكوني مصلصه طماطم في التلاجة. وانا بجيب الكرنب كنت عاملة حسابي ان انا اجيب كرنباية اسلقها واحطها في الفريزر. ليه بقى؟ علشان اطلعها في اي وقت عايزة اكل محشي، وفي نفس الوقت ما عنديش مجهود بقى ان انا انزل واجيب محشي واقعد اسلق واعمل والكلام ده. سلقتها وحطيتها في الفريزر.
عايزة اقول لكم هتبقى جميلة جدا، و... ومش هتاخد معاكي بقى وقت، بما ان انتي عندك الصلصة متصلصة ومحطوطة في الفريزر، والكرنب مسلوق ومحطوط، فهيبقى زي الدنيا سهلة. زي ما انا وريتكم كده المعلقة وهي عليها البصلاية. تمام. انا عايزاها بنفس الشكل ده كده. ما شاء الله، هي التسبيكة كانت قلبة ريحة البيت كلها. نزلت بقى الطماطم، بصوا الطماطم تخينة ازاي، ما فيهاش ولا نقطة مية. هقلبها تقليبة حلوة كده، وهغطيها هسيبها على بال ما انا بس اقطع الخضرة بتاعتي. طبعا انا الخضرة بتاعتي غسلها غسلة حلوة. مرضتش اجيب وانا بجيب الحاجة بالليل الخضرة. ليه بقى؟ لان حسيت ان الخضرة اللي موجودة خلاص، اللي في السوق مش حلوة. فقلت لا خلاص اجيبها الصبح بدري. بيبقى في ناس فلاحين كده قاعدين ما شاء الله عليهم، بتبقى الخضرة بتاعتهم تحفة. تحس ان هي كأنها لسه جاية من الغيط، يعني لسه مقطعينها من الغيط بتاعهم. فتعالوا بقى بعد ما غسلت كده الخضرة هقطعها وهحطها على المحشي. كده انتوا ماشيين خطوة خطوة معايا عشان تعرفوا. اللي حابب يعمل محشي ومش عارف، اللي حابب ان هو اول مرة يجرب حاجة زي دي، يا ريت تبقى تجربته في حاجات بسيطة. وعامة كده كده لو مشيتي على نفس الخطوات دي، حتى لو انت عاملة كمية كبيرة، هتلاقي نفسك ما شاء الله ظبطاها والدنيا طالعة معاكي زي الفل بإذن الله. بس امشي على نفس الطريقة ديت ونفس الخطوات ديت. عايزة اقول لكم ان في ناس بتحط كمية توابل كبيرة قوي، لدرجة ان هي بتضيع النكهة بتاعة المحشي نفسها. يعني تحس ان انت، هو انا باكل ايه؟ هو ده محشي يا جماعة ولا ده حاجة تانية؟ فاهمين؟ فانا مش عايزاكي توصلي لده، لا انا عايزاكي تمشي بنفس الخطوات اللي انا بقولك عليها دي. هتلاقي المحشي طالع معاكي مظبوط، وريحته جايبة اخر الدنيا. يعني اللي هياكله عندك هيقولك انا عايز اكل منه كل مرة. من عندك، مش عايز اكله في بيتي مثلا او الكلام ده. او عاملاه ازاي، هيسألوك الطريقة معمولة ازاي. اهم حاجة في المحشي الكمون، هو اللي بيدي النكهة والشمخة بتاعته ديت وبيقلب ريحة البيت. هو الكمون. هنزل الخضرة بتاعتي ديت كده وهقطع الباقيين، بس بعد ما اقلب ده تقليبة حلوة كده في الصلصة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، الخضرة طبعا انا غسلاها من بدري قوي، وسبتها لحد ما اتصفت. ليه انا بعمل كده؟ انا مش عايزة نقطة مية تيجي في الصلصة، عشان ما تاخدش معايا وقت ولا مجهود. قطعت الباقي من الخضرة وحطيته على الصلصة. هديها بقى شوية ملح كده، وهبدأ اقلب. بصوا البرد مبهدلني والله، يعني انا مش عارفة اقول لكم ايه. للاسف صحيت الصبح كده لقيت ان الدنيا عندي بايظة خالص، البرد مبهدلني خالص واللوز. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يعافيني يا رب ويعافي الناس كلها. زي ما انتوا شايفين كده قلبتها كام تقليبة بعد ما حطيت الملح بتاعي. الملح طبعا على حسب الرغبة. وما تنسوش ان احنا حاطين فصين ماجي في الاول، فلازم ابقى عاملة حسابي لده. وضايقة الصلصة، مفيش حاجة اسمها مش هدوقها او مش هبقى كده، مش يعني هحط بالمعيار كده. لا، انا عشان عارفة معياري فبحط على الاساس ده. انا بقى قسمت الصلصة. هقول لكم ليه. لان انا حسيت ان هي كتيرة، وفي نفس الوقت انا عايزة اعمل المحشي وما يفضلش مني حاجة. فبشيل شوية صلصة كده، احتجتهم باخدهم، ما احتجتهمش بحطهم في كيس وارميهم في الفريزر. مفيش اي مشكلة منهم. لكن المشكلة لو انا حطيت التسبيكة وحطيت عليها الرز، وشكرا الرز اتركن عندي، هيتكسر ويبوش ويبقى بصوا طعمه استغفر الله العظيم يا رب ما يتاكلش. صفيت الرز كده تصفية خالص وحطيته على الصلصة. بصوا بصفيه خالص، مش عايزة فيه ولا نقطة مية نهائي. عايزة اقول لكم الصلصة اللي انا نقصتها دي، رجعت حطيتها تاني، بس مش دلوقتي بقى، خالص خالص خالص، بعد ما لفيت وحشيت وكله. لقيت الرز معايا خلص. وكنت عايزة اعمل ورق عنب وما كانش في حسباني. فطلعت بقى ورق عنب كده وفكيته. ورحت عاملة ايه، ورحت حاطة الصلصة ديت وغسلة كوبايتين رز ورحت حطاهم عليها.
من غير بقى ولا اي حاجة. هو ما شاء الله بتوابلها بكل حاجة فيها، مش محتاجة حاجة. الحلة دي هحطها فيها مية ما فيهاش اي حاجة خالص. انا غسلة الفراخ بتاعتي وعاملة لها محلول ملح، وهسقط فيها الفراخ لما المية تغلي. يعني هسقط المية في الفراخ في المية لما المية تغلي. تمام كده عشان نسلق الفراخ، عشان اخد الشوربة ديت اعمل بيها ايه؟ اعمل بيها المحشي. بصوا ما شاء الله، حاجة كده وهم وخيال، يعني ما شاء الله جميلة وزي الفل. هنا بقى الكرنب بتاعي، طبعا انا من عشاق الاخضر ده. اوعوا ترموا الاخضر يا جماعة اللي بيبقى على وش الكرنبايه. انا بحب اسلقه قوي بقى، واحطه في القعر بتاع الحلة كده، في ارضية الحلة. احب احط صف كده، وابدأ لف المحشي كله اخضر. عايزة اقول لكم بيبقى طعمه مسكر جدا 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 اكتر من الابيض، وبيبقى فيه نكهة الكرنب كده اكتر من الابيض. يعني الناس اللي بتحب المحشي وبتفهم فيه هتعرف اللي انا بقوله ده. بصوا دي طريقة لف المحشي. بتجيبي الورقة، بتحطي العروق اللي هي بارزة دي من تحت على ايديكي، على كف ايدك، وبعد كده بتحطي شوية رز صغيرين جدا، وتروحي لفاها برماها كده، زي السجارة كده، وبترصيها في الحلة بتاعتك. رصيها بالطريقة اللي تعجبك. بتنيميها في الحلة كده، عايزة بقى تعمليها بالطول، عايزة تعمليها بالعرض، عايزة تعمليها دواير حوالين نفسها. طبعا انا الحلة المدورة بعملها دواير حوالين نفسيها كده، حلقات ورا بعضها. الحلة المربعة بعملها صفوف، مرة شمال ومرة يمين، عشان برضو يعني ابقى قلت لكم اللي انا بعمله ازاي. بصوا ادي، بصوا مش هياخد وقت، كأنك بالظبط جايبة مكنة بتعملي بيها ورق عنب او محشي او الكلام ده. هتلاقي كل الصوابع مقاس واحد. طبعا ما شاء الله يعني انجزت، بس ما عملتوش لوحدي حقيقي. زي ما انتوا عارفين انا ما بعملش المحشي بالذات لوحدي. بجيب ولادي كده المهم حواليا واقول لهم تعالوا ساعدوني. فانا هلم كام واحد كده بس اعملهم كده قدامكم، وهم هيقعدوا يعني هيقوموا بالواجب معايا. الحقيقة ربنا يبارك لي فيهم يا رب، ويهدلكم اولادكم اجمعين، ويهدل لي ولادي يا رب. يعني هيقعدوا يحشوا معايا بقى البتنجان والفلفل والكرنب على فكرة. يعني ولا عيب ولا حرام، وعلموا ولادكم الكلام دوت. افرضي ابنك اتجوز مثلا وزوجته ما بتعرفش تعمل الحاجات ديت، يعلمها. افرضي ان هو سافر مثلا، ربنا اكرمه وسافر. بصوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني الف هنا عليهم. حاجة كده تحفة. انا عايزة اقول لكم ان انا بمنتج لكم الفيديو قبل ما ناكل. انتوا متخيلين؟ ف يعني بمنتجه على حلقات، بمنتج جزء، والجزء التاني لما اخلص المحشي يستوي همنتجه. بصوا انا بقى عملت ايه. عملت بتنجان وكوسة، والبصلاية اللي انا قلت لكم عليها دي، وفلفلاية الوان، فلفلاية صفرة، وحلة كبيرة كرنب، وعملت حلة صغيرة لواحدة جارتي وحبيبتي. يعني هي جابت لي المحشي قبل كده، وانا حابة ان انا ادوقها المحشي بتاعي. وعملت حلة ورق عنب لاخويا، و... وسلقت طبعا الفراخ وشلتها وحطيتها في الاير فراير، عشان هسويها في الاير فراير، مش هقليها في الزيت او الكلام ده. هغطي بقى المحشي بتاعي بالشوربة. الشوربة متحيقة، محطوط فيها ملح وكمون وفلفل اسمر، زي تحقيقة الفراخ العادية جدا وانا بسلقها. ماشي. انا حطيت بقى فلفل مطحون كده، شطة على وش الحلل، وبعد كده غطيت ورق الكرنب كله، غطيته بالمية. الورق العنب نفس الحكاية بغطيه بالمية. الحاجة الوحيدة اللي بحط لها المعيار بتاع المية ناقص هو البتنجان والكوسة يا جماعة. ما بحط لهمش مية تغطيهم زي ما انتوا شايفين كده. وما شاء الله ترفعيهم على النار ياخدوا غلوة والتانية، وبعد كده وطي النار على قد ما تقدري شمعة. الحاجة هتستوي معاكي وهتطلع زي الفل. بصوا هنغطي بقى الحلل بتاعتنا ديت كده. حطيت الفراخ كمان في القلاية الهوائية، واديتها رشة ملح وفلفل اسمر. تعالوا نشوف بقى الاكل لما يستوي هيبقى شكله عامل ازاي. يلا نقول بسم الله عشان انا جوعت.